مشاهدينا الكرام عبر بي إن سبورت، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا هنا في هذه التغطية للجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم في هذه المرحلة الثالثة، كأس العالم مونديال 2026 الذي سيقام في أمريكا، كندا والمكسيك، هنا من العاصمة الأردنية عمان في استاد عمان الدولي. المنتخب الأردني النشامة وصيف آسيا يستقبل المنتخب الكويتي الذي يعود مرة أخرى إلى هذه التصفيات النهائية بعد غياب لسنوات طويلة. بالنسبة للمنتخب الكويتي للأزرق، هناك في الكويت يرفعون شعار أزرقنا برقنا، دعم كبير جدا للمنتخبين قبل انطلاقة هذه التصفيات وهذا الدور الثالث من هذه الجولة. هنالك في العاصمة الكويت الصورة على اخوان انطونيو بن علي علوان، انطلق علوان. هذه كرة تلعب الان كويتية لمصلحة النشامة، عرضية بالراس ولكنها الى خارج الملعب في منتهى الخطورة. انه عبد الله نصيب هذا المتألق في كأس الأمم. بالمناسبة لقاء اليوم طبعا هو في انتظار الرقم 20 يوسف ناصر، لكن اول علي علوان. الهجوم يأتي من كل مكان، جمهور الأردني خطيرة للنشامة والدفاع يتدخل. هذه محاولة، هنا الهربة، هنا يوسف الكرة في محاولة الناعمات بتسديد، لمسة طويلة علي علوان نزلها ولكن أخرى. مباراة واعدة حتى الآن، علوان يتحرك، علي علوان من الجهة، لكن أيضا هنالك تغطية مثالية الأردني باستلام ممتاز في الجهة اليمنى. محاولة ما زالت قائمة، كرة قوية، الله يا لا من بداية يا موسى يا موسى يا موسى يا موسى. التعمري يتقدم للمنتخب الأردني، النشامة يسجلون، النشامة عن طريق نجمهم الأول هدافهم الأول التعمري، ومن غيره التعمري يظهر في هذه الليالي الكبيرة في هذه المواعيد الكبرى. يتقدم للمنتخب الأردني 1-0 يا نشامة، 1-0 يا نشامة. يهتز استاد عمان الدولي فرح. موسى خطيرة ما زالت داخل هذه المباراة، كرة من العمق أيضا ولا انتظار ردة فعل. الله الله غير معقول، هرب يوسف ناصر ولكنها يزيد أبو ليلى. تغطية مثالية على طول من لكن حكم المباراة يقول لا شيء. علوان موسى خطيرة، الله الله الله. هنا من خلال شوط المباراة الارتدة السريعة يطلبها النعيم عن التوغل، يتوغل النعيمات موسى ولكنها بعيدة بوجه القدم، لكنها بعيدة جدا. صحح خطأ. حلوة الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء، بطاقة صفراء على فيصل زايد. بعد ذلك لمسة هنا في الخروج، هنا في المنتصف في العاشر من يزن النعيمات. التحرك الممتازة سامي يحاول فيها، لكن الكرات القصيرة المتبادلة. لمسة جديد هنا في الجهة اليوم المميزة في الفترة الأخيرة. التدخل كان موجود. سيب يتقدم عبد الله، لمسة للأمام، كرة ترجع مرة أخرى، عرضية تأتي داخل منطقة للأمام، تمريرة بينية. هنا المرور، هنا بعد ذلك كرة طويلة عالية للأمام في الجهة مخيفة. واحد من المنتخبات ولا الله على الدوران والتسديدة، لكنها إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. فنيات وإمكانيات فنية غير اليمنى. تمريرة ممتازة باتجاه علي، يحاول الآن في الظرف فيري بكرة بينية جميلة خطيرة. يوسف بعد ذلك صافرة موجودة وخطأ. صانع للمتعة، كم كرة ملعوبة عرضية داخل منطقة. الله ما شاء الله ما شاء الله يا موسى، ما شاء الله. التعمري يتقدم خطور من جديد، مجرد أن تحلم أنك تصل إلى لمسة طويلة، كرة عالية تجاه سامي، تجاه فيصل زايد، عرضية الآن يوسف ناصر عالية للأمام، خطيرة هذه المحاولة. مباراة دولية هنا أشار عبد الله ب 75 هدف الكويتي هنا في هذه اللحظات. خطيرة هذه المحاولة، لا نزي بالراس غير معقول. يتألق أبو ليلى يزيد يتصدى بردة حلول مهمة بالنسبة لمنتخب الكويت. يوسف ياخذ كرته، يوسف يحاول يتكفل بالمهمة بتسديدة لكنها بعيدة جدا، تحولت إلى خارج الملعب.
تحولت إلى خارج كرته ويتصدى لها أيضا بشكل دنيا إذا حاضرة متواجدة، ولكن هنا المساحة، هنا المساحة. في منتهى الخطورة ضاعت، في منتهى الخطورة ضاعت، كانت للمنتهى. يريد أن يقول كلمة كرة في محاولة للأمام لكن للتعمري إلى خارج الملعب، ضاعت إلى خارج الملعب. تقدم للأمام الجهة اليمنى، كرة عبد الله نصيب للأزرق، ترجع مرة الأزرق في الهجوم. الأزرق قرر سريعة مهدي، حاول فيها دشتي من الجهة مرة علامة. هذا الآن للدخول في تشكيلة جميلة رائعة بينية لكنها بتمر وتعدي إلى خارج الملعب. ضربة مرمى حلوة الفكرة وحلو موسى داخل منطقة الجزاء. إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. جمهور الأردني وتفاعل وليلى بردة فعل ممتازة. المنتخب الأردني مقلقة جدا بالنسبة محاولة الاختراق من الجهة اليمنى. غادر طبعا عذبي شهاب وغادر أيضا مهدي، والمحاولة للنشامة اليمنى، لمسة أمامية، الاستلام والكنترول والمرور. كرة في الجهة اليسرى يحاول أن يتقدم أكثر للأمام. هنا التقدم، الكرة البينية لكن في وسط ملعب المباراة. استلام من الظفيري، الظفيري يحاول في وسط ملعب المباراة. هنا الناعمات، الناعمات خطيرة داخل منطقة الجزاء لكن أيضا التغطية موجودة من خالد إبراهيم، وحش خالد إبراهيم. ناعمات يحاول، ناعمات أمامية تبحث عن راس يوسف ناظي، محمود بتسديده ولكن يحاول لمسة. ترجع الكرة مرة أخرى الناعمة، كرة ملعوبة عرضية، ما زال في من أمامية أردنية، تغطية من جانب الدفاع. ناعمات خطيرة، ناعمات خطيرة لكن من جديد عدد كبير الفورمة المطلوبة طبيعي جدا. عن خروج يزن، ناعمات يغادر يزن. الكرة داخل المنطقة، محاولة مرور، ركلة جزاء، ركلة جزاء. المنتخب الكويتي ينتفض، الأزرق ينتدف. يوسف ناصر يسجل 1-1. المنتخب الكويتي يعود في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الأخيرة عن طريق نجمه والدافع يوسف ناصر في الوقت بدل الضائع في الدقيقة 92 يدرك التعادل ويعود إلى العاصمة الكويتية بنقطة ثمينة، بنقطة غالية، بنقطة مهمة في بداية المشوار. أول حاجة عندي ممكن يكون سبب للبرد اللي حضرتك فيه أو حضرتك فيه ده إن بيكون ممكن حضرتك مريض سكر أو مريض ضغط أو فقر دم. ممكن وانت ما تعرفش. ممكن تبص تلاقي حضرتك تروح تعمل بقى تحليل سكر، تحليل ضغط، او تقيس الضغط بتاعك وتشوف ايه الدنيا. لو لقيت الموضوع مستمر معاك وايه دايما اطرافك او دايما بردان او جسمك دايما حاسس بالبرد، ممكن ما يكونش ده العرض ده، ممكن ما يكونش ده، وارد ممكن يكون. طب في حاجات تانية ابص عليها. عادات النوم السيئة بتاعتنا، كلنا بننام نوم في عادات سيئة، ممكن بنسهر كتير جدا، وبص تلاقينا السهر ده بيضعف حاجات كتيرة جدا وبيسبب لي ان هو ممكن يبوظ لي المناعة عند كل انسان.